دكتور احمد ندخل في صلب الموضوع في الحقن المجهري نفسه. يعني امتى الحاله نقدر نقول ان الحاله دي لازم يستوجب لها عمليه حقن مجهري؟ وهل ازاي بقدر احضر الزوج؟ لانه اظن ان الحقن المجهري هي عباره عن شراكه ما بين الزوج والزوجه. ازاي بقدر اهيئهم طبيا ونفسيا واقتصاديا، كأن انا زي ما بقولوا كده بعمل كونسلنج للبيشنت من جميع الاتجاهات، ويبقى العيان عارف هو داخل على ايه، عشان ما يتفاجئش في نص الطريق باي مفاجآت، ولا حضرتك تتفاجئ باي مفاجأة سواء كانت طبية اجتماعية اقتصادية من جميع النواحي. والسؤال اللي ساعتك تفضلت بيه ده بيلخص الكونسبت بتاع الحقن المجهري كله. كده اجابته طويله قوي بس انا هحاول الخص يعني. تمام. انا راجل بشتغل حقن مجهري، فيعني اكيد يعني عاوز اشتغل حالات حقن مجهري لما بتجيلي الحاله تكشف او كده. مظبوط. انا لازم برضو يعني احكم ضميري في الاول، ولازم الضمير المهني والعلمي يعني لازم انقله الحاله، والا تبقى العمليه تجاريه بحته يعني. مظبوط. انا بناشد اي زوجين، هو الحقن المجهري اولا مش ابدا الاختيار الاول، هو الاختيار الاخير. يعني في طرق كتيرة جدا ممكن نتبعها عشان نوصل للحمل الطبيعي. فاحنا انا ضد ان احنا نرش للحقن المجهري على طول او نستسهل ان احنا نندفع اللي على طول، الا في ظروف معينه زي ما هقول لحضرتك دلوقتي. بيجي لك زوجين في الفئه العمريه من 25 ل 35 وعايزين يحملوا كده، لازم بتمشي سيستماتيك زي ما بنقول كده، بروتوكولات معينه في الابحاثات او الفحوصات اللي هتتعمل لها سواء للزوجه او للزوج. الموضوع زي ما قلت حضرتك مشترك، مش حاجه ان انا همشي مع الزوجه وهغفل الزوج. تمام. وبعد ما برضو كل ده بعد السنه اللي احنا قلنا عليها دي، وبعد ما بمشي في البروتوكولات الفحص بتاعتي وكده، بشوف بقى اذا كانت الحاجات دي كيورابل تتعالج، سواء تتعالج بدواء او تتعالج بجراحه او تتعالج بمنظار او الى اخره، ونبروسيد فيها برضو سواء بالنسبه للزوجه او للزوج. اذا استنفذنا كل الطرق وبنلاقي حالات جايه لنا اوريدي عامله كل الكلام ده، ساعتها ممكن نقول على الحل المكاني. تمام. لكن دايما انا بنصح الزوجين خصوصا اللي هم صغيرين في السن ان احنا ما نبقاش هاري ولا نبقى عندنا ارج ان احنا عايزين ايه اسهل نستسهل يعني بالبلدي ونعمل حل مكاني. طيب زي ما قلت لحضرتك في حالات بقى لا مش هيمشي معاها النظام ده، زي ما تكون حاله عندها 40 سنه الحالات او حاله عندها 42 سنه كمان. تمام. وجايه لك في اخر العمر الخصوبي بتاعها. تمام. مش طبيعي ان انا ببص بالتحليل بتاعها وببص بالسونار بلاقي المخزون المبيض ضعيف يكاد ينضب، واقول لها اقعدي سنه كده وحاولي وجربي وتعملي حمل طبيعي. لا انا كده بتضيع فرصتها. تمام. احنا بالكتير الحالات دي بنسيبها 6 شهور اذا في مخزون مبيض يسمح بهذا، وبعد كده بنقول لها بعد 6 شهور ما حصلش لا هتبتدي تدوري، تبتدي تعملي حقن مجهري يعني. برضو بشوف للاسف فحوصات حالات كتيره جدا جايه هم متابعين بره، الزوج تحليله ضعيف جدا لا يصلح لحدوث حمل طبيعي الا ان شاء الله. تلاقي مثلا مليون و2 مليون، وتلاقي الدكتور شغال مع الزوجه في منشطات سنين مثلا، وبعدين في الاخر الزوجه دي كبرت في السن، بقت المشكله عندها هي بدل ما كانت عند الزوج بقت عندها هي. فاهم ازاي انت ان عمرها الخصوبي بدا يقل، بقت فرصها في الحقن المجهري اضعف وفرص النجاح اقل وكده. فزي ما تفضلت ساعتك وقلت احنا لازم بنبص للمنظومه على بعضها، وبنشوف الكابلز على بعضه، ايه التحاليل ده وايه التحاليل دي وايه الفرص هنا وايه الفرص هنا. والعمر مهم جدا بالنسبه لي، الايدج فاكتور بالنسبه للسيدات مهم جدا. واقرر بقى اخد اعمل الخريطه العلاجيه بتاعتي. تمام. لكن لا مع ان احنا نتسرع ونعمل حقن مجهري، ولا مع ان احنا ناجل في الحالات اللي هي واجبه الفرصه بتاعتها. فزي ما بنقول كده every patient should be tailored according to their situation. كل حاله يتفصل على حسب احتياجاتها، حسب هي محتاجه ايه بالظبط كده. وطبعا جزء زي ما قلت لحضرتك، الجزء في ظل بعض الاحوال الاقتصاديه، ان احنا لازم يكون العيان او الكابلز وهم داخلين عارفين حيثيات الموضوع والحقن المجهري بيتم ازاي، تكاليفه، ادويه. خلينا نتفق على حاجه عشان بعض احنا ما فيش حاجه اسمها حقن مجهري من غير كونسلنج. احنا خلاص انا النقطه الاولانيه بيقول ان احنا هنعمل حقن مجهري ولا مش هنعمل. تمام. بس لما دخلنا بقى واستقرينا ان احنا المفروض الصالح للحقن المجهري، عندنا الخطوه الثانيه التاليه مباشره قبل ما ابدا اي حقنه علاج هو الكونسلنج. لازم انا انصح الزوجين، كونسلنج يعني نصح وارشاد يعني. تمام. لازم اقول لهم ايه خطوات العمليه، ايه مضاعفات العمليه، تمام، ايه نسب نجاح العمليه، نقطه مهمه جدا، ايه تكلفه العمليه. لان مع احترامي وانا يمكن قلتها قبل كده، اللي ما بيخلفش ما بيموتش. يعني هي ما عندها هي مش عندها مشكله لو ما عملتهاش دلوقتي هموت، لا، بيجي لي ناس بتبيع اللي وراهم اللي قدامهم.
صح. طبعا هو حقك انك تبقى اب او تبقى ام وكده، بس مش هتبقى اب وام وترمي العيال في الشارع، ولا هتروح تشحته ولا تستدينه، ولا الزوج يخش السجن عشان ما يعرفش. صح. لازم ان احنا نعقلها وتوكل. فالزوجين لازم يتعمل لهم زي كونسلنج كامل او نصح وارشاد كامل لكل زي ما قلنا خطوات العمليه والتكلفه الماديه والتاهيل النفسي مهم جدا، لان في الاخر ممكن تبقى تتكلفي وتعملي الخطوات وكل حاجه ما يحصلش حمل. نسب النجاح لازم تبقى مذكوره، وكل فئه عمريه نسبه نجاح لها. واحنا الكلام ده انا برضو بناشد بعض شباب الاطباء اللي بيبقى عايز ان الحاله ما تمشيش وما تهربش لا، انت خلي بالك، انت كده بتحمي نفسك قبل ما تعمل حاله. بنسمع يا دكتور بعض الدكاتره كانوا في الدعايه كانوا بيقولوا نسب النجاح بتوصل ل 90%. للاسف بقى ده صحيح، ده اللي لا طبعا. يعني المفروض النسبه اوفر اول ايه تبقى عالميا 50%. انا عايز اقول لك في مركز اسمه الاي في اي، ده اكبر مركز في العالم وسلسله مراكز حقن مجهري. انا في اسبانيا مقر، وانا رحت زرتهم مره الحقيقه، هم بيتكلموا في 40 و45%. ليه برضه؟ لان عندهم في ضوابط لنقل الاجنه، مفيش تنقل 3 اجنه و4 اجنه، انت بتنقل جنين واحد. الدوله بتشتغل على كده، او جنينين على الاقصى. فطبعا نسب النجاح تبقى كده. انت في مصر عندك عشان التكلفه بتبقى عاليه والعيان مش هيقدر يعيد العمليه اكتر مره، احنا ممكن بننقل 2 في اليوم الخامس، وممكن ننقل 3 أو 4 في اليوم الثالث، وبرضه على حسب سن الزوج. تمام. قريب قوي هيطلع قانون يعني تنظيم الموضوع ده، تنظيم الموضوع ده، قانون المنشآت الصحيه، وهيتقال جايد لاينز للحقن المجهري مصريه. هتتقال تبع وزاره الصحه المصريه. هتنظم الضوابط بقى في عدد نقل الاجنه اللي هتتنقل، عدد قد ايه، ونسبته لعمر الزوج. يعني هيتحط شويه ضوابط كده عشان نمشي في اطارها يعني. لكن لازم في الاول والاخر الزوجين يبقوا عارفين ان ممكن 50% يحصل حمل. خلينا نتكلم عن النسبه اللي في مصر يعني، وكمان 50% يحصل حمل، 50% مش هيحصل مهما كنت صغيره في السن، ومهما كنت مخلفه قبل كده. لان بيجي لك ناس مثلا عايز تعمل تحديد جنس مولود، فمخلفه تمام، وجايبه بنات، وتقول لك يعني خلاص هخش حقن مجاري نخلف طبيعي، لما اخش حقن مجاري ده انا لازم احمل 100%. كده ضامن. مفيش الكلام ده. كل الروح من امر ربي، وتقبل الراحه من الاجنه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. دايما بنقول لهم كده، تقبل الاجنه ده لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فطبعا كل ده لازم يتشرح ويتكتب ويتمضى عليه كمان، يكون ستات مكتوبه. يعني العيان بينسى، العيان بي بعد ارشاد طبعا في فيربال كونسنت، في فيربال كونسنت وفي ريتن كونسنت، شفويا ويبدا كتابيا، وبعد كده كتابيا شامل المضاعفات العمليه كل حاجه مضاعفات كمان بعد حدوث الحمل. ان ممكن يحصل حمل خارج الرحم، مش جوه الرحم. ممكن يحصل التواء في المبيض نتيجه المنشطات، ممكن يحصل اللي هو الهايبر ستيميوليشن اللي هو فرط النشاط. كل دي حاجه بتبقى مكتوبه والعيان بيقراها ويمضي عليها. طبعا في ناس بقى يعني برضو بعد كل ده برضو هي بتبقى ماشيه، انا ليه انا دفعت فلوس، انا عملت قبل كده، انا فاهم ازاي، بنقابل كده. لكن في الاول والاخر انت لازم يعني لو شباب الاطباء حضرتك تتكلم، جود كونسلنج هتحميك جدا جدا من اي مشاكل بعد.